بس يا حبايبي كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنحتاجوا بقى الفول كتير لرمضان وكده، وطبعا الأسعار بقت غالية جدا. هنعمله شوية فول تحفة يعني صراحة، والله أحلى من بتوع برا. أنا متوقعتش إن هما يطلعوا بالطريقة دي يعني. والمكونات مش هنحطه كتير يعني، وإضافات حلوة قوي وموجودة برضو عندنا في البيت. هتجيبي بقى نص فول، كيلو فول، على حسب بقى استخدامك. بس طبعا الفولية عاملة ازاي تحفة، لون بقى ومستوية جدا، ومش حاطلها أي إضافات غريبة يعني. بص يا حبيبي، انا جايبه الفول. اهم حاجه ما تحطيش عليه ميه سخنه. يعني بص، يعني ميه كده، هي الميه بتاعت الحنفيه ساقعه جدا. يعني دفي كوبايه ميه وكمليها ميه ساقعه، عشان خاطر تبقى ميه دافيه. لو حطيتيها ميه سخنه هيجنزر معاكي. ومعلقتين عدس ومعلقتين فول، اللي هما مفصولين بصورة، و... وجزرية مبشورة. بس ده اللي انا هحطه. بص يا حبيبي، طبعا فول نقعيه بقى اي 5 ساعات. نقعيه من بالليل، قومي اعمليه الصبح. اهم حاجه بس الميه ما تبقاش سخنه. يعني انت لو حطيتي ميه سخنه عشان ما يجنزرش معاكي. طبعا ومعلقتين كبار عدس او 3 معالق، ومعلقتين فول، ودي جزريه مبشوره. وتحطيه بقى على نار واطيه يعني. بس يا حبايبي كده انا بحط ايه عشان بحط حبه عدس وحبه فول كلهم مع بعضهم كده. يعني نص فول هيعملوا معاكي كميه حلوه، ووفرتي عن بره، وانضف من فولات بره والله. يعني طبعا شفتي الفوله طلعت جميله جدا. وكده انت عارفه حاطه ايه يعني. وكل الحاجات اللي احنا حاطيناها مفيدة ومغذية. وجزرية طبعا مبشورة. يبقى انا حطيت معلقتين عدس كبار، ومعلقتين فول، وجزرية مبشورة، ونص كيلو فول. طبعا بقى ما حطيتش اي حاجة تاني يعني. وطلع الفولة جميلة جدا. وبعد كده اهم حاجة بقى تحطي مية سخنة. كده خلاص هو اتنقع كويس واتظبط كويس. هتحطي مية سخنة وهتوطي عليه العين. يعني انا بسبب كده ما خدش معايا مدة طويلة. موطيه العين عليه قوي، خد معايا 4 ساعات بالظبط. وبالتالي 4 ساعات الا كمان، بس كمان ايه النار يعني عاملاها شمعة. بس حبيبي كده موطيه النار خالص. هظبطه كده وهغطيه، وهسيبه ايه بقى مع نفسه، يجي مع نفسه بقى. بس طبعا النار واطية جدا. اول بقى ما يخش معاكي في السوا، هنحطله اضافة بسيطة، هي معلقتين نشا، ولون كده صغير، لون طعام صحي يعني ربع معلقة. عايزة تسيبيه كده سيبيه. بس انا حطيت اللون عشان يبقى شبه بتاع بره بالظبط. بس طبعا الفولاية استوت خالص. بس يا حبيبي الفولاية طبعا اتهرت. هي بس معلقة نشا كبيرة يعني لو معلقتين او معلقة نشا كبيرة. يعني متحطش مثلا لو هو معلقتين اللي هو الاكل، اللي هما معلقتين ممسوحين. ومعاهم طبعا ايه ربع معلقة لون طعام. بس حبيبي هو كده خلاص دخل في السوا. هسيبه تاني برضو بعد ما احط اللون. هسيبه ايه بتاع ربع ساعة تاني. بس حبيبي اللون بقى عامل ازاي. طبعا احنا حطينا ربع معلقة لون طعام بس، احمر. ايه رأيكم حبايبي؟ طبعا بقى لون وطعم وقوام. وفعلا طبعا احلى من بتاع بره بكتير واوفر بكتير. يعني بقى ينفعنا للسحور، ينفعنا للفطار، ينفع بقى لحاجات كتيرة.
يعني نغلق شوية بس. ربنا يرحمنا برحمته يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.